الخوف من الله عز وجل قد يزول، وكذلك الرجاء. فقالوا الخوف يزول إذا دخل أهل الجنة الجنة، فالله عز وجل يقول: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الخوف قد يزول. وكذلك الرجاء كذلك قد يزول، كما ذكر أهل العلم في الحديث الإلهي: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم، تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى ربهم عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل. هل يطمع العبد شيئا آخر بعد رؤية الله تبارك وتعالى؟ فهذه أعظم نعمة في الجنة.